الله اكبر. سبحان الله العظيم. سبحان الله. طبعا اللي عمله الافندي ده اللي هو انا في الصلاه كده غلط. صلى على سيدك النبي عليه الصلاه والسلام. عشان المفترض ان انت في عندك حاجه اسمها تكبيره الاحرام في الصلاه. ايه تكبيره الاحرام دي يا شريف؟ ان انت اول ما تخش اول تكبيره في الصلاه في اي صلاه سواء كانت فريضه او سنه، اول ما تقول الله اكبر دي اسمها تكبيره الاحرام. تكبيره الاحرام دي ركن من اركان الصلاه، زيها زي سوره الفاتحه وزيها زي السجده الاولانيه او السجده الثانيه او الركوع. ينفع تصلي ركعه من غير ما تركع؟ ما ينفعش. كذلك ما ينفعش تبدا الصلاه الا لما تبدا بتكبيره الاحرام. فانت لو دخلت لقيت الامام راكع او الامام ساجد فما ينفعش تركع مره واحده او تسجد مره واحده، وانما لازم تقول الله اكبر تكبيره الاحرام الركن، وبعدين الله اكبر وتركع او الله اكبر وتسجد. فمش عشان حضرتك مستعجل ولقيت الامام راكع فانت عاوز تلحق الركعه بسرعه فتقوم الله اكبر ونزل، لا، خد راحتك عادي، ولو فاتتك الركعه مفيش مشكله قوم هاتها. بص بقى عملي عامله ازاي. الله اكبر. الله اكبر. سبحان ربي العظيم. وصل الفيديو لغيرك عشان غيرك ينتفع زي ما انت انتفعت. ايه رايكم بقى في البدله اللي انا لابسها ديت، ولا الجلابيه لاقيه عليا اكتر؟ قولوا لي رايكم في التعليقات تحت. اوعى تنسى تصلي على سيدك النبي.